السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير في هذا الفيديو جديد اللي غادي نقدم لكم فيه اليوم واحد البطيبيطات اللي هما ساهلين. غنديرهم بالكفته والشحمه اللي كيجيو لذاذ وبمقادير اللي سهله، وتا الطريقه ديال الطياب ديالهم ساهله ماهله، دغيا كيوجدوا يعني تا اخر لحظه، ودغيا تعجني العجينه ديالهم وكتوجد ليهم. يعني تقريبا راه كلشي كيكون في الدار، يعني ما فيهمش شي حاجه اللي هي كثيره وكيجيو لذاذ. كنتمنى انكم تتبعوا هذا الفيديو حتى الاخر، وما تنساوش انكم تفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديال قناتي، وتخليوا لي واحد التعليق وتشتركوا في القناه. وهادشي اللي كاين، وكنقول لكم بروكو عواشركم بالصحه والسلامه، ان شاء الله تدخل عليكم بالصحه والسلامه. ودابا غنخليكم مع هانتو شوفوا نتوما من الشوفه راه كتشوفوا الحاجه كيفاش غتجي وكيفاش انا صراحه يعجبني دغيا كيوجد وكيجي لذيذ. وما قلت علاش ما نشاركوش معاكم، اللي قلت شاركوا مع المشاهدين ديولي وصافي. وهادشي اللي كاين، وغادي نبدا معكم بالمقادير اللي هما ساهلين، وهادشي اللي كاين. بسم الله على بركة الله. غادي نبداو بالمقادير. اول حاجة عندي عندي دقيق. هنا عندي دقيق ديال الدقيق الابيض، عندي هنا الفورس، عندي هنايا نص كيلو ديال الفورس. المهم نتوما غديروا قياس، كل واحد كيدير قياس على حسب. وهنا عندي الكفتة، وعندي شوية ديال الشحمة. يمكن لكم ديروا غير بالشحمة بوحدها والبصلة، راه كيجي لذيذ. ولا بغيتو تزيدوا فيه الكفتة زيدوا، كما يمكن لكم ديروا غير بالكفتة بوحدها. هنا غنزيد عليها ربع ديال الفينو. عندي نص كيلو ديال الفورس، غنزيد عليه ربع ديال الفينو باش كيجيني. عندي هنايا واحد 3 البصلات كبار مشلضين. هنا عندي البصله خضاريه، كاين لكم ديروا غير البصله العاديه. وهنا عندي شويه ديال الكفته وشويه ديال الشحمه. هنا عندي واحد 2 معالق كبار ديال القزبر المعدنوس. وهنا عندي التحميره، وعندي الكمون، وهنا عندي السودانيه اللي كيبغي الحار. وعاد عندي 2 خمارات ديال الحلوى. المهم غادي نوريكم بالمقادير مع الطريقه. هنا اول حاجه غادي نديرها وهي غنعجن العجينه وغنخليها طرخه. هنا غادي درت 2 خمارات ديال الحلوى، وغادي ندير الملح. غادي نعجن العجينه عاديه بحال اللي غادي نعجن المسمن. هي كنديرها مطلوقه شويه على ديال المسمن باش كيجينا داك البطبوط، يعني كيجينا رطب. هنا بعد ما درت الخميرات الحلوى، درت 2 خميرات في كيلو الا ربع ديال الدقيق. ودرت هنايا الملحه. المهم الملحه كتبقى على حسب الخليط. صافي هنا غادي ندير الماء وغادي نعجنها، اللي غادي نعجنها عادي، يعني نعجنها بحال اي عجينه. غادي ندلكها شويه ونخليها ترتاح. هي قد ما خليتوها ترتاح قد ما العجينه كطاوعكم في الطياب ديالها. علاش عجنت انا في الاول؟ عجنت باش نحطها ندلكها واحد شويه. الا كانت عندكم العجانه يعني ديروها في العجانه، يعني بلا ما تعذبوا بيديكم. ديروها في العجانه وعجنوا. انا عندي العجانه، ولكن انا كنفضل اني نعجن بيديا. علاش؟ غير على ديك على انني باش كنزرب دغيا بيديا، وما ملي كنكون انا ما زرباناش راه كندير العجانه وكنخلي بشويه تتخلط العجينه بشويه. صافي هنا كندير بالماء دافي، كنجمع العجينه، كنطلقها واحد شويه، كنطلقها شويه على عجينه المسمن. ايوا صافي. وكنخليها علاش كنسبقها؟ كنخليها ترتاح، يعني قد ما ارتاحت العجينه قد ما كيجي داك البطبوط فشفش كما كنقولوا، وكيجي رطب. وغادي
من بعد من غادي تعجن غادي نوجد لقامه، غادي ناخذ لقامه وغادي نوجدها غادي ندير لها غير واحد نص طيبه، يعني غير غادي ديك تهبط شويه ديك البصله وطيب شويه الكفته وغادي نحيدها، يعني ماشي غنخليها تتحمر ولا هذا. صافي غادي نخلط كلشي في مره. المهم انا غادي نوريكم الطريقه. غادي نخلي العجينه ترتاح وغندوز ثاني باش غادي نطيب هادشي ونخليه ثاني يبرد على ما خديت، يعني زعما على ما العجينه تاهي قطعتها وخليتها ترخ. صافي هنا بعد ما جمعت العجينه ودلكتها شويه، دلكتها غير شويه، صافي غادي غنديرها في شي بلاستيكه ولا غنديرها في شي تيبرواره وغادي نغطي عليها وغادي نخليها ترخ. صافي غير على ما وجدت البصله طيبتها وهذا وخليتها تبرد وغندوز باش خليتها تبرد وغادي ندوز باش غادي نعمر البطبوطات ديالي. صافي هنا غادي نغطيها وغادي نخليها وغادي ندوز باش غادي نصوب اللقامه. صافي هنا غناخذ واحد واحد المقله اللي هي غارقه شويه، ولا المقله اللي عندكم نتوما اللي كتستعملوا، ولا ديروا في كاسرونه ولا ديروا في طنجره صغيره. المهم فاش ما بغيتو ديروا غادي ديروا. هنا درت الزيت، درت واحد 4 كاس ديال الزيت، غنزيد عليه البصله ومازال غادي نزيد شويه. علاش هذاك الزيت كنبغيه باش المهم نتوما غادي تشوفوا معايا المراحل كلها. هنايا خديت الزيت غادي ندير عليه البصله، يعني بلا ما نديرو يسخن. المهم انا حيت بعيده عليا البوطه في البلاصه اللي كنصور فيها، كون كانت البوطه غنكون حاطه المقله، غندير الزيت يسخن غنخوي فيه البصله وغادي نبدا نكمل. هنا غادي ندير القزبر المعدنوس، هنا عندي 2 معالق. صافي وغندير هذيك الكفته والشحمه حتى هما غادي نديرهم في مره وغادي ندير لقامه. هنا عندي لقامه عندي سودانيه اللي كيبغي الحار، يعني دير شويه بزيت. وهنا عندي الكمون، عندي واحد 2 معالق ديال الكمون ومعلقه كبيره ديال التحميره. صافي كنخلط الجميع وكنديهم فوق البوطه يطيبوا وغادي نرجع معكم باش غنوريكم كيفاش جاو. هنايا هما بعد ما خليتهم حتى طلقوا هانتو طلقوا شويه تحمروا، انا غادي نخويهم ونخليهم تيبردوا شويه في هاد الزلافه ونعاود غادي نصفيهم. صافي هنا غنخليها تتبرد. هنا غادي نجيب العجينه، غنشوفوا العجينه راه مرخيه شويه، يعني ماشي ديك قاصحه ولا هذا. غادي نقطع هنا كويرات، كل واحد غادي يدير يعني الكويره غيدير على حساب الخبيزه اللي بغا، واش غيبغي بالطيبيطات الكبار ولا الصغار ولا اللي بغيتو. المهم كل واحد وغادي يدير قياسو. انا درتهم ما كبار ما صغار، درتهم مويان وانتم شوفوا اش غادي يخرج لكم. المهم انا هاد العجينه خرجت ليا تقريبا واحد 24 حبه ديال هادوك البطيبيضات القياس اللي قطعت انا. ويمكن لكم نتوما اللي كنتو غديروا شي كوموند ولا شي حاجه انكم تحطوا الميزان حداكم وديما كتعبروا العجينه بحال هكا، تعبروا باش تجيكم قد يعني ما تجيش وحده كبر من وحده ويجيكم العبار هو هذاك. صافي غنستمر بحال هكا تنكمل هاد الكميه كلها اللي عندي ديال العجينه وغادي ندوز باش غادي نغطيها. غادي نغطي العجينه ونخليها تطرخ.
صافي كنستمر بحال هكا، كنسالي الكميه كلها اللي عندي. هاد البيضات الصراحه كيجيو لذاذ في رمضان، دابا قرب رمضان ان شاء الله، ونديروهم كيجيو لذاذ وكيجيو ساهلين، يعني دغيا دغيا كيوجدوا، يعني ما ياخذوش لك الوقت بزاف، على حساب الكميه اللي بغيتو. انا هنا راه خرجت لي هذه 24 حبه، وانتم يمكن لكم تخرج لكم يعني اكثر، اللي كنتو غديروا اكثر من هاد يعني صغر من هاد البطبوطات. انا درتهم شويه، درتهم كبار ما صغار، وانتم يمكن لكم تصغروهم على هاد وكيبقاو في الثلاجه، ما كيخسروا حتى شي حاجه. يعني في رمضان البنادم اللي بغا يوجدهم يعني يوجد داكشي بكثره ويديروا في الثلاجه، راه ما غادي يخسر ما والو. يعني ديال هذيك سيمانه ولا هذا ما غيخسر ما والو. صافي كنستمر بحال هكا، وصافي دابا غادي نغطي العجينه، يعني غنغطيها ونخليها ترخى حتى نعاود نرجعها. حاجه نسجلها بطريقه نهزلها حتى شي واحد اللي بغى صافي. هاي صافي غادي ناخد هذيك البصله، المهم هذيك اللي قامه اللي طيبت كلها البصله هذوك العناصر كلهم اللي طيبت، وغادي نصفيهم. يعني غادي نصفيهم تنبت لي داك الويدان كله اللي في البصله. وغادي نوريكم اشنو غندير بهذيك الزويته. انا ما غادي نلوحهاش، غادي نديرها يعني في واحد زلافه، وهي اللي غادي نقرص بها المسمن باش كتعطينا داك اللون الاحمر، يعني يجي داك المسمن محمر. انا غنخرج معايا هادشي قالت لي ماما. والله انا ما قلت حكي والو، كسقطري الناس ديك سقطرتيه مزيان. نجيب ونخليه يتيبع ما بردات ليا الطعمه، يعني بردات وداك الكويرات ديالي طرخه. انا غناخد شويه ديال الزيت العادي والسويته باش غادي ندهن بها المسمن من الفوق باش يجي محمر. وانا راني مشيت في البوطه باش نسجل كما جاب الفيديو ديالي يعني القياس اللي بغيتو رقيق بزاف، وتخليو شويه غليظ، وصافي تقرصي عادي وديريه في المقله. تخليها تسخن، غير المقله دائما نخليوها تسخن مزيان على ما سخناش، راه كيلصق لينا يعني الحاجه اللي درناها كتسلق حتى المسمن ولا اي حاجه اللي درناها في المقله بارده راه تيلصق. ملي كتلصق الحاجه وهذا في البديه راه شويه كتجيك صعيبه، يعني ما كيبقاش عندك ديك الخاطر باش تصوبيها ولا باش تكمليها ولا هذا بحال كتقولي انا شحال وانا معذبه على الحاجه وفي الاخر لصقات ليا. لا غير خلي المقله تسخن مزيان ودهنيها بشويه ديال الزيت. دائما تكون عندك واحد الشيته ديال المقله اللي محطوطه حداك، دائما دهني بها المقله كلها بحال هكا. اللي كنتي غديري الزيت ولا ما كنتيش غديري الزيت راه بلاش، غير خلي المقله تسخن وبديتي كتقلبي. غير ما تقلبيش بيدك، ديري شي حاجه وقلبي بها باش نيت تعاونك ما تلصقش ويديك ما يتحرقوش. المهم هادشي اللي كاين وصافي. هنايا راني واخا ما بانش بزاف، ولكن راه غير عمرت دوك الطيبيطات كنقرصهم شويه بحال غادي نقرص الخبز، يعني ماشي نرققهم. ونحط فيهم القياس ديال واحد المعلقه ديال الحشوه صافي، وكنبقى نحط على جنب، كنبقى نحطهم حتى كيترخاو.
يعني كيطرخاو كاملين عاد كنبدا نطيب. ولا ما بعض المرات الا كتزرب انا كان بحال هكا كنقرص وكنطيب في مره، يعني كنقرص وكنطيب في مره. كان عندي الوقت راه كنقص، يعني البوطه دائما كتبغي نقيس. كان عندي الوقت راه كنبقى بشويه بشويه كنت كنساليهم عاد كنبدا نطيب فيهم. يعني علاش باش ما تغلبنيش يعني البوطه بحال هكا. بالنسبه لي انا راني ولفت صافي، حفظت هادشي ما عندي ما يعني غير واخا نقرص ونطيب في نفس الوقت غادي نغلب عليهم. ولكن اللي ما بحال هكا يلا بادين مبتدئين ولا شويه عليكم تتقرصوها عاد عاودوا عاد تتكملوها في التعمر عاد بداو تقرصوا فيها وطيبوا صافي. هذا هو المسمن ديالنا، راني قرصته حطيته في المقله سخونه، دهنته بشويه ديال داك الزيت الاحمر اللي صفيت من الاقامه. هكا كيجي محمر، كيجي لذيذ، كيجي بنين. واللي كيبغي الحار يديرو فيه، يعني كيجي لذيذ. داك الحار كيعطي واحد اللذه اللي هي زوينه. غير انايا ما كثرتش الحار على قبل الوليدات باش ياكلوا. وهادشي اللي كاين. كنتمنى انها تعجبكم الوصفه ديال اليوم، وكنتمنى انكم تقبلوا عليا. وهادشي اللي كاين، وان شاء الله غادي نقدم لكم وصفات اخرى اللي هي سهله واقتصاديه ولذيذه في نفس الوقت. وهادشي اللي كاين. وعواشر مبروك، وما تنسوش دائما تفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديال قناتي. وما تديوش ليا على صوتي، راني عيانه واحد شويه. وهادشي اللي كاين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وان شاء الله تسناو مني الفيديو الجاي. واخا راه انا ما يعني ما بانش لكم هذاك الفيديو فاش درته في المقله وكنقلب فيه وهذا، راني عادي غير قرصته بحال الشكل ديال البطبوط. غير نتوما كديروا الرق اللي بغيتو، الغلط اللي بغيتو، وبقيت كنرشو بديك الزويته اللي صفيت من هذيك الاقامه باش كتعطيني ديك التحميره الزوينه. وكنبقى نقلب فيه وكنخليه حتى كيطيب مزيان، يعني يدخلوا الطياب. وكنحطو وبالصحه والراحه. وهادشي اللي كاين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.